الله الرحمن الرحيم. نشكر رئيس الجمهورية على الدعم اللي راه يدعم في الفلاحين باليد العاملة بالماتريال نتاعنا، والحمد لله راه كاين الانتاج في الجزائر. هنايا كاين القمح، كاين الفارينة، وان شاء الله من الانتاج راكم تشوفوا فيه منا ان شاء الله على عام ولا زوج عدو ما نحتاجوش نجيبوه من الخارج. ان شاء الله يعود الانتاج تاعنا راه هنا، كاين القمح، كاين الشعير، كاين الفارينة، وكاينين فلاحين ورانا ان شاء الله عدو ما نحتاجوش منا ومنا عدو نجيبوا القمح والشعير والمايز. هذا راه كاينه في الصحراء عندنا هنايا، كاينه في كل ولايه، وان شاء الله عدو ما نحتاجوش البلد منا ولا منا. اليوم نتكلم عن يعني النباتات الزيتية. لازم نذكر أن الحظيرة الوطنية لإنتاج الزيت المائدة بالمؤسسات عمومية وخاصة اللي كاينة على مستوى الوطن، لازم نوصل ما تبقاش تستورد المادة الأولى من الخارج. يعني هالمادة يعني النباتات الزيتية يعني يعني ضوء الشمس أو يعني الكولزا أو السوجة تنتج على المستوى الوطني بكل منتوج وطني، ولكن ذكر شيء غير ممكن يكون أمن غذائي إذا كان ما عندناش أمن في إنتاج البذور. يعني العام الأول يعني من الخانات تكون لازم تكون منتجة في الوطن، وغير ممكن نقولوا عندنا أمن غذائي إذا كان ما عندناش في برنامج من التزامات تنسيق رئيس الجمهورية اللي تتحقق اليوم ميدانيا. هو المشروع اللي انطلقنا به تاع يعني المراكز الجواريه لتخزين يعني كل الحبوب وحتى البقول جافه. اذا هذه نظره جديده.